استاذ احمد ازاي حضرتك؟ هو ده بيعمل ايه ده؟ بيصلي ده ميعاد الظهر. طب هو اعرف بحاجه زي كده؟ لا. طب بعد ما يخلص يبقى تعالى مكتبي. الله يخرب بيتك يا عم علي، قلت لك 100 مره ما تصليش هنا قدام المدخل، حد يشوفك يزعق فينا. ربنا يسترها بقى، معرفش استاذ احمد ممكن يعمل فينا ايه. عم علي حرما. طبعا ان شاء الله يا بنتي. استاذ احمد شافك وهيبهدل الدنيا. سمعته. طب دلوقتي انت هتعمل ايه؟ هخش له هشوفه عايز ايه. لا استنى يا عم علي، شكله جاي متضايق، ممكن يكون في حاجه معصباه. تدخل دلوقتي يرفدك ويرفدني ويرفد الشركه كلها في يوم واحد علشان حضرتك بتصلي. خليها على الله يا استاذه، يلا تعالي خليها على الله. انت متاكد يا عم علي؟ ان شاء الله. طب ما تستنى يهدى شويه بس ندخله فنجان قهوه ولا حاجه. هيقول لك اتاخرتي ليه وما جبتوش ليه. يلا يا استاذه ما تقلقيش، خليها على الله، سلمي امرك لله. يلا بس. ونعم بالله يا رب استرها. ادخل. تعالى يا عم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. بس كنت عايزه اقول لك معلش بالراحه على عم علي، راجل كبير وبعدين ده حد سامح لك تتكلمي دلوقتي؟ انا بس بقول يعني انه مفيش داعي ان انت تعمل فيه حاجه يعني. اتفضلي على شغلك. حاضر يا استاذ احمد. اتفضلي. اتفضلي يا عم علي. ربنا معاك يا عم علي، والله ربنا هينصرك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طمني عليك يا عم علي. عمر يا استاذ احمد. انت كنت بتعمل ايه يا عم علي؟ كنت بصلي يا ابني. وبتصلي بقى يا عم علي وقت الشغل بس؟ لا على طول يا ابني، وقت الشغل مش وقت الشغل، انا الاذان ياذن وقت الاقامه اروح مصلي. جت بقى في الشغل، جت بره الشغل بصلي. وعلى كده بقى يا عم علي، في حد في الشركه هنا بيصلي؟ والله يا ابني انا المكان اللي انا فيه محدود، فانا بصلي بس. اكيد يا ابني في ناس بتصلي كتير يعني. انت شفت بعينك حد بيصلي غيرك؟ لا انا ما بصليش الا في المكان بتاع شغل يا ابني، عشان انا ما ينفعش اسيب مكاني واروح اصلي في الجامع، فبضطر اصلي في مكاني. لكن ما بشوفش بقى مين اللي بيصلي ومين ما بيصليش. بس اكيد يا ابني في ناس بتصلي يعني. نغم. ايه يا ندى في ايه؟ ما عرفتيش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ استاذ احمد جه واول ما شاف عم علي بيصلي زعق وقال لي يجي على المكتب على طول. ما عرفتش اعمل ايه. يا نهار ابيض. طب هو سأل عليا؟ لا ما سالش عليكي، ما خدش باله اصلا، ولا سال عليكي ولا اي حاجه. كان مشغول بعم علي وبصلاه عم علي. انا كذا مره انبه على عم علي ما يصليش هنا قدام المدخل، لو حد شافه هيزعق فيه، وانا خايفه عليه، خايفه يترفد بسبب ان هو بيصلي هنا. كان دخل صلى جوه ولا حاجه وكان قال لي خلي بالك من الشركه. يا ستي طيب. الحمد لله. بصي هو ما سألش عليا، ها؟ ومعرفش ان انا اتأخرت. لا ما سالش عليكي، بس انا عايزه اعرف هو استاذ اشرف هيفضل بيبعت لنا ابنه كده كتير؟ استاذ احمد شكله صعب جدا، غير استاذ اشرف على الاقل استاذ اشرف متهاون شويه، انما استاذ احمد شكله شاب صغير ودماغه يعني لسه. وانا خايفه انه يقول لعم علي كلمه كده ولا كده، هو برضك من سن ابوه، وحرام الراجل ما عملش حاجه غلط يعني، ده كان بيصلي فرض ربنا. ايوه بالظبط، بس انا اهم حاجه عندي دلوقتي هو عارف ان انا اتأخرت. يا ستي ما سالش عليكي اصلا، هو مشغول مع عم علي جوه. طيب وانا بصي، مش عارفه اعمل ايه. كويس الحمد لله. بصي يا ندى، احنا زي بعض وستر وغط على بعض. اوعي تقولوا لي ان انا اتأخرت، يا ستي وانت مش برضه هقول. يعني لو اتأخرت في يوم ولا حاجه هدار عليكي. ماشي؟ حاضر يا نغم، بس انا قلقانه قوي، انا مش عارفه اعمل ايه في الموقف دوت. خايفه قوي على عم علي اتاخر جوه قوي. يا ستي هو هيعمل له ايه يعني؟ ده كان بيصلي مش بيعمل حاجه، واكيد يعني مش هيعمل له حاجه. استاذ احمد سن شباب دلوقتي، ممكن ياخد الموضوع على صدره ويقول ازاي بيصلي في مدخل الشركه والمنظر بتاع الشركه ويتكلم كلام كتير. محدش عارف استاذ احمد هيفكر في ايه، غير استاذ اشرف خالص. استاذ اشرف ممكن يتهاود مع عم علي ويعديها. انت كده بتقليني يا ندى، هو ممكن يكون لاحظ ان انا اتاخرت. يا ستي ما لاحظ، انا اهم حاجه عندي دلوقتي لما عم علي يخرج، لو لا قدر الله لا قدر الله استاذ احمد رفضه او اي حاجه، احنا لازم نساعده في الموضوع دوت. ايوه طبعا لازم هنساعده. المهم انا لازم ادخل دلوقتي قبل ما ياخد باله ان انا اتاخرت. ماشي. يلا سلام. يا ربي يا رب، عم علي غلبانه قوي وكان بيصلي لك فرض ربنا يا رب. يعني انا يعني يا رب استرها معايا يا رب وما يترفدش، ولو اترفد يعني بعد الشر لا قدر الله، انا مش عارفه هعمل ايه. بس ارزقه بوظيفه تانية تكون احسن ويكون ناسها طيبين ومديرينها طيبين عن كده. بس ان شاء الله استاذ احمد هيطلع قلبه حنين
وهيعتبره زي ابوه، ولا مش عارفه بقى يا رب. هما اتاخروا قوي كده ليه؟ عم علي، انت عارف انا بعتلك ليه؟ ايوه يا ابني، عشان كنت بصلي وزعلان ان انا كنت بصلي. لا طبعا يا عم علي، انت فهمت غلط خالص. انا عمري ما ازعل ان انت كنت تصلي. ده انا فرحت لك جامد قوي كمان لما شفتك بتصلي. وتفضل المكافأة دي. ايه دول يا ابني؟ المكافأة دي بمناسبة ان انت كنت بتصلي. بصلي؟ اه. لا يا ابني، لو كنت دي مكافأة عشان بصلي، لا يا ابني ما بلاش طبعا. انا عندي الصلاة دي واجب، وبصلي طول عمري، وعمري ما كنت بصلي عشان حد يديني مكافأة. انا بصلي دي عشان ربنا يرضى عني، عشان انفذ فرض الله. لكن يا عم علي ما ده بصليش عشان حد يديني مكافأة يا ابني. ده رزق يا عم علي وجالك. ما هو عارف يا ابني، لو الرزق ده جالي على اي حاجة غير الصلاة كنت قبلته، لكن انا ربنا بيكافئني باكتر من الرزق ده يا ابني. انا ليه اجري عند ربنا احسن من الرزق ده 100 مرة. يا عم علي خده اكني مثلا رزق جالك من اي حتة تاني. امسكه عشان خاطر ولادك. طب بص يا ابني، هقول لك على حاجه، بس بعد اذنك ما تمديش ايدك بيهم تاني عشان انا مش هاخدهم. ريح نفسك. بص يا ابني، انا المرتب اللي باخده من هنا الف حمد والف شكر، بيكفيني وبيفيد. عارف ليه يا استاذ احمد بيكفيني وبيفيد؟ ليه يا عم علي؟ عشان انا راضي برزق ربنا، فعشان كده بيكفيني وبيفيد. طب اعتبر ربنا بعت لك رزق بقى. معلش يا ابني، خليني اكمل الكلمتين دول عشان دول مهمين قوي. دول انا عايزك تقولهم لاي حد. بص، ربنا يا ابني ما بيديش رزق الا ربع، بيدي رزق كامل، بس احنا اللي مش واعيين. انا لو خدت اي رزق ورضيت، اول ما برضى كده ربنا بيملاه بركه، بيضاعفه. عشان كده يا ابني انا مرتبي بيفيد، وباكل عيالي وبكسيهم وبعالجهم، وبيفيد مني فلوس كمان، فانا مش محتاج. فبعد اذنك، في ناس كتير على دخلة رمضان كده والله يا استاذ احمد مش لاقيين شغل، وفي ناس شايله هم اول يوم رمضان يعني هيجيب اكل منين. تخيل واحد عنده 3 4 عيال بيدور على اول يوم ياكل في رمضان ايه مع عياله، ولسه هم بقيه رمضان وكحك العيد والبسكوت. ما بيعملش الكلام ده، الحاجات دي بالنسبه له ترفيه، ما بيعملوش. عايز يجيب لبس لعياله وما بيعرفش. فالناس دي اولى يا استاذ احمد، ناس ما بتشتغلش، طلع لهم الحاجه دي. طب انت يا عم علي تعرف حد باللي انت بتقول عليه ده؟ لا انت بص يا ابني، هقول لك على حاجه. لو انت تعرف حد خد الفلوس واديله لا الفلوس. ما هي دي بقى الامانه اللي قال عليها رب قال سبحانه وتعالى انها تقيله، اللي بني ادم قابلها عشان كانت تقيله، دي الامانه يا ابني. فانا مش هقدر اتحمل الامانه دي. فانت هتكلفني وتعلق وتقف رقبتي طول ما الفلوس دي معايا، فمش هينفع يا ابني. فانت بنفسك كده طلع صدقه وخد ثوابها. يعني اخر كلام يا عم علي، انت مش هتاخد الفلوس دي؟ لا يا ابني عمري ما هاخدها، اديها للناس اللي يستحقوا اللي انا قلت لك عليهم دول. وبعد اذنك، انت عايز مني حاجه تانيه يا فندم؟ لا اتفضل بعد يا اذنك عم. اروح اشوف شغلي. والله يا عم علي ده طيب قوي، ولو انه محتاج الفلوس بس ما خدهاش برضه. عم علي، ايه يا استاذ انا؟ هو ايه اللي حصل معاك؟ الحمد لله كل خير يا استاذ. هو طردك ولا ايه؟ انا قلت لك يا عم علي، قلت لك ما تصليش قدام باب المدخل بتاع الشركه كده. استاذ احمد اكيد بهدلك. انا والله العظيم زعلانه عليك. هو عمل معاك ايه؟ انت كده بتلم حاجتك ولا ايه؟ ولا اي حاجه من اللي انت قلتيها دي يا استاذ. بجد يا عم علي؟ اه والله. ايه اللي حصل؟ طيب طمني، انت سايبني عماله اتكلم كده وساكت. يا استاذه الصلاه بتنجي. عمل ايه يعني؟ ما طردك ولا عطاك جزا ولا ايه اللي حصل؟ لا قال لي لو محتاج مصليه تاني هجيب لك. بتهزر. طالما بتصلي في مكانك ما تقطعش الصلاه. بس الطريقه اللي هو دخل بيها ديت تحس ان هو هيرفدك فيها. بص يا استاذه، انا كنت داخل وكان قلبي مطمن، عارفه ليه؟ عشان انا قضيت فرض ربنا اهم من اي حاجه. اي حاجه بعد كده سهله، صح، عندك واي حق. حاجه ربنا بيصلحها لك طالما بتأدي فرض ربنا. عندك حق. يلا ربنا يصلح لك حالك يا بنتي. يا رب يا عم علي، انت طمنتني والله العظيم. لولا ان انت طمنت قلبي انا كنت عماله قاعده بره بجيب الحاجه مشغوله عليك. قلت الله عم يبارك علي اكيد هيترفد. لا لا يا بنتي. كنت بحاول ان انا الم لك فلوس وكده نساعدك بيها الفتره اللي لا هتقعدها مش في البيت. محتاج المساعده دي يا بنتي، لا انا ربنا اللي بيساعدني محدش تاني. ونعم بالله. صلي يا بنتي صلي وسيبها على الله، حتى لو اترفدت انا ببقى مبسوط، ببقى راضي، عارفه لما برضى ربنا بيعوضني. ربنا يكرمك يا عم علي. بدعي لنا بقى مره وانت بتصلي كده. بدعيلكم كلكم ربنا والله، يهدينا. ربنا يصلح حالكم يا رب ماشي، الله يخليك يا عم ويهدي علي. لك حالك ان شاء الحمد الله. لله ان انت رجعت لنا بالسلامه. راجع من العراق يعني.
عسليه ندوشه دي، بنت عسليه والله. ربنا يصلح لك حالك يا بنتي ويرزقك بابن الحلال، وتصلي وتلتزمي في الصلاه كده. السلام عليكم. اتفضلي. حضرتك الدوسي ده كان الاستاذ اشرف قال لي ان هو يا اما حضرتك هتمضيه او هو. تمام ماشي. هو انت جايه هنا من بدري ولا لا؟ او انا قولي الحقيقه. انا عارف بس مستني ردك انت. هو انا بصراحه لسه جايه. لسه جايه؟ ايوه. طب ايه سبب التاخير؟ اكيد كنت بتصلي صح؟ لا بصلي ايه؟ لا انا لسه ما صليتش. انا بس جايه من مكان بعيد ومواصلات وكده، انت عارف الدنيا زحمه ازاي. اه يعني انت افهم من كده ان انت مش اتاخرت عشان الصلاه صح؟ لا انا في وقت العمل مش بصلي، اما بخلص شغلي بروح اصلي في البيت. طيب يلا اتفضلي على شغلك. حاضر. ممكن حضرتك تمديلي على على الدوسيه؟ سيبيه دلوقتي عشان هراجعه وابعتيلي ندى. حاضر، عن اذن حضرتك. ايه يا نغم؟ ندى كويس انك جيتي، ادخلي له. ده صعب قوي، انا مش عارفه ايه العيل اللي جايبينه لنا ده. ما ينفعش نقول كده بقى، ده ابن استاذ اشرف وما ينفعش، لازم نحترمه طبعا. ايوه لازم نحترمه. ادخلي له بسرعه عشان بصي هو مش طبيعي خالص. اتفضل. استاذ احمد، حضرتك طلبتني صح؟ كنت عايزك. اتفضلي اقعدي. اقعد؟ اه متشكره جدا لحضرتك. كنت عايز اسالك على حاجه. اتفضل حضرتك تؤمر يعني. اول حاجه انا شايفك ملتزمه، انت اكتر واحده ملتزمه هنا في الشركه. متشكره لحضرتك يعني. وشايفك يعني اول واحده بتيجي بدري وملتزمه. شكرا لحضرتك، ده واجب عليا، وبعدين الشغل من اولوياتي يعني، فلو ما كنتش قده اكيد مش هبقى في المنصب اللي انا فيه ده. طيب خلينا في المهم. اتفضل. انت بتصلي؟ والله انا الحمد لله بصلي، بس اكيد مش بصلي في الشغل. انا بستنى لما اروح وبجمع كل الصلوات اللي عليا وبصليها مره واحده. طب في حد بيصلي تاني في الشركه؟ يعني في ناس، بس اكيد يعني بيصلوا في بيوتهم، يعني اكيد علشان ما يعطلوش الشغل، وبعدين والشغل ما بيتعطلش يعني. وحضرتك انت عارف استاذ اشرف او حضرتك بتكونوا مستعجلين جدا على الايميلات وعلى الفلوس اللي داخله والخارجه، فما ينفعش ان حد يعطل الدنيا. طب وايه المانع بقى انك تصلي في الشركه؟ اكشن. ده واضح بقى ان عم علي حط نفسه في ورطه وحطيني انا كمان فيها. انا معرفش ايه المغزى من ورا اسئلته ديت. بصي يا استاذ احمد، هو انا بتمنى ان انا اصلي في الشغل وكل حاجه، بس انا لو صليت في الشغل كل الموظفين هيعملوا كده، وكل واحد هيسيب شغله وقت ما يتزنق في حاجه هيقولك انا بصلي. فانا مش عايزه اعمل كده عشان الكل مثلا ما يجيش على الشغل والكلام ده بس. طيب يا استاذ ندى اتفضلي على شغلك. ماشي حضرتك، يعني انا تمام مكمله في الشغل ولا؟ مكمله. اتفضلي على شغلك. متشكره جدا يا استاذ احمد. من الواضح ان مفيش حد بيصلي في الشركه كلها غير عم علي. يا ترى يا احمد عملت ايه في الشغل النهارده؟ وعرفت الموظفين الصح من الغلط ولا ايه بالظبط؟ الو، ايه يا احمد؟ الو يا بابا، انا في المكتب اهو. طيب تقدر تجيني البيت دلوقتي عشان عايزك؟ خلاص ماشي، يلا هنتظرك. سلام. سلام. ترى هو عايزني في ايه؟ عايز حاجه يا عم علي؟ الله يخليك يا استاذ احمد. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ انت كنت سالتني على الناس اللي هم محتاجين وكده، فبصراحه انا عارف ناس كتير بس خايف ما اقولكش عليهم فاشيل ذنبهم. طب وانت ما تقوليش عليهم ليه؟ انا اديك الفلوس وانت تروح لهم. لا يا استاذ احمد، انا هكتب لك اساميهم وعناوينهم وانت تروح لهم بنفسك او تبعت حد من طرفك بنفسك، بس ابعدني عن المسؤوليه دي معلش. حاضر يا عم علي. الله يبارك لك. هكتب يلا. لك الاسامي وانت جاي هتلاقيهم جاهزين. حاضر بس الله اكتبها يبارك. النهارده. ان شاء الله. السلام عليكم. مع الف سلامه. الله يبارك لك يا ابني يا رب، ويجعلك تعمل خير دايما يا رب بحق جاه النبي، وزي ما نصرتني كده في الصلاه كده ربنا ينصرك ويفتح لك طريقك. ها يا احمد عملت ايه؟
رحت بقى وعرفت لك كل حاجه. عرفت بقى مين احسن حد عندنا في الشركه؟ اه طبعا عرفت. انت كده برايك مين؟ انا برايي طبعا من غير اي حاجه ندى. طبعا ندى احسن واحده هناك في الشركه، دي اول واحده بتحضر هناك. انا بروح بلاقيها هناك كده على طول، بتبدر تيجي، عارفه شغلها كويس. لا يا بابا، مش ندى احسن واحده هناك. امال ايه؟ نغم دي دايما بتيجي مأخره. ولا نغم برضه. انت مش هتصدق هو مين؟ مين؟ عم علي. عمك علي؟ اه. وعمك علي احسن واحد في ايه؟ عشان قاعد على الكرسي قاعد انتباه قدام البوابه هناك، هو لا. ده احسن واحد؟ عم علي اول حاجه بيجي بدري وبيلتزم بشغله. تاني حاجه بيصلي يا بابا. انت بيصلي. ما عندكش ولا حد هناك بيصلي في الشركه غير عم علي. انا مش واخد بالي من الكلام ده، انا ماليش دعوه الا بالشغل. انا بسال ندى، بقول لها انت بتصلي؟ تتلجلج كده وتقول لي بجمعهم وفي الاخر بصليهم في اخر اليوم. اسال نغم نفس النظام، كلهم بيتلجلجوا، مفيش حد فيهم بيصلي غير عم علي. طب وعمك علي يعني ايه يعني ما يصلي؟ عمك علي بتاع امن، هو عمك علي هو اللي هيقوم الشركه، اللي مقوم الشركه وشايل الشركه هناك ندى، مش عمك علي. يا بابا اللي بيصلي وعارف ربنا ما تخافش منه، لكن اللي ما بيصليش هو اللي تخاف منه. عم علي بيخاف ربنا، فده ما تقلقش منه من اي حاجه. لكن بقى اللي مش عارف ربنا ده هو اللي هيوقع لك الشركه. الشركه بقى بتقوم من اقل واحد في الشركه. ازاي يعني من اقل واحد في الشركه؟ قصدك اقل عامل يعني؟ اقل عامل هو اللي بيقوم الشركه. ماشي. بص يا احمد، انت واضح كان انت مش هتكمل في الشركه دي. انا بعتك مش عشان تشوف لي مين بيصلي ومين ما بيصليش، انا بعتك عشان تعرف مين ملتزم وقايم بشغله كويس ومين لا. براحتك يا بابا، بس انا دي كان وجهة نظري. المهم انا اروح الشركه اشوف انت عملت ايه ولا سويت ايه، لا تكون زعلت ندى ولا زعلت نغم ولا زعلت حد. عم علي. عم علي، عم علي، الحق يا عم علي، في المكتب جوه حصل ماس كهربائي ومولع حريق. ايوه ماس كهربائي؟ استنى بس يا عم علي، تروح فين؟ ما ينفعش. اروح الحق يا بنتي نلحقه. لا يا عم علي، ممكن يحصل لك حاجه. لا خليك هنا. لا يا بنتي ما احنا ممكن ينفعش. نتصل بالاسعاف ولا حاجه. اتصلوا انتوا، انا لازم الحق اي حاجه جوه. يا عم علي، يا عم علي استنى يا عم علي. طب انا لازم اتصل بالاسعاف او المطافي. خلينا احنا هنا، انا مش هينفع ادخل جوه. الو، ممكن بس اللي احمد بيعمله ده، هبعته الشركه عشان يشوف الموظفين، يقول لي احسن موظف فيهم عم علي بتاع الامن. طب وبتاع الامن هيعمل ايه للشركه؟ انا عايز اللي يقوم الشركه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ حرقت ايه في المكتب؟ وازاي حاجه زي كده تحصل؟ طب انا جاي اهو. بسرعه بالله عليك. انا كلمت استاذ احمد اهوت. ايه ده؟ هو انا كلمت استاذ اشرف، بس عم علي اتاخر قوي جوه. احنا لازم نتصرف. ما هنتصرف نعمل ايه؟ احنا مالناش دعوه. احنا كلمنا المطافي وانا كلمت استاذ احمد. مش هينفع نسيب عم علي كده اتاخر جوه، لازم على الاقل نطمن عليه. لا مش هينفع ندخل جوه، ممكن الهول هتمسك فينا ولا اي حاجه. يا ستي الراجل اللي جوه دوت حرام علينا لو سيبناه كده. ايه ده؟ احنا موظفين زيه وزينا، يعني ما ينفعش نسيبه كده وما نسالش عليه. عم علي يا ربي، والمطافي اتاخرت، وانا خايفه قوي ان عم علي يكون جراله حاجه بسبب الماس الكهربائي. استني بس يا ندى، استني، هم زمانهم جايين وهيتصرفوا واحنا بنات مش هنعرف نعمل حاجه. يا عم علي انت سامعنا؟ عم علي يا ربي يا ندى اصبري بقى، اهدي شويه. المطافي لا جت ولا احنا خايفين. احنا لوحدنا ليه؟ مش لاقيين حد يساعدنا. طب نشوف حد يساعد الراجل اللي جوه اللي دخل وما طلعش ده. بس يا ندى هم دلوقتي زمانهم جايين وهيساعدوا، مش هينفع احنا ندخل، ممكن يجرى لنا حاجه يا ندى. يا ستي لا 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 لا، الراجل دوت حرام، عنده عيال وعنده بيت. والله بجد انا على فكره ما عنديش حد ان انا اخاف عليه. انا لازم اطمن على الراجل الكبير ده. اصبري يا ربنا يسترها. حاج علي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عشان اللي انت عملته ده انا هصرف لك مكافاه كويسه. مش محتاج مكافأة، الحمد لله، مش محتاج حاجة. احمد خليك انت معاه وادفع مصاريف المستشفى، ولو احتاج حاجه ابقى هاتها له. ماشي؟ حاضر. بس ما تاخرش، ماشي؟ يعني شويه كده وتعالى على طول. حاضر. يلا، عايز حاجه يا علي؟
شكرا. حاج علي، ما تزعلش من بابا. مش زعلان يا ابني، مش زعلان. انا بس اللي زعلان ان انت ليه فديت بروحك كده ودخلت في وسط الحريق. ما اقدرش اشوف يا ابني خطر ولا غلط وما يا اخشش. يا حاج علي، انت اهم واحد عندنا في الشركه. يعني الشركه عايزه تروح، بس اهم حاجه انت تكون موجود. نفرض حد كان من زمايلنا جوه، اب لعيال صغيره ولا ام بتشتغل على العيله، انا كنت ممكن اعمل اكتر من كده. بس برضه يا عم علي ما كنتش تخاطر بنفسك. كنت ممكن اعمل اكتر من كده لولا الدخان اللي ملأ صدري. ما قدرتش اتنفس، ما قدرتش اتنفس. بس الحمد لله عملت اللي قدرنا عليه ربنا. الحمد لله. طيب يا حاج علي، الحمد انا لله. طالع بره انا ادفع المصاريف واشوف بابا. مشغلش بالك يا ابني، انا ابني هيجي يعمل كل حاجه. لا يا حاج علي، دي علينا. بعد اذنك. اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان المنجم المهالك، سبحان المنجم المهالك. انا شفت الموت بعناية. الحمد لله اني نجيت، الحمد لله. كويس ان هو انقذ الشركه برضه من الماس الكهرباء انه يكمل على باقيها. بس يعني اللي زي ده الواحد يديله كام؟ انا متهيألي 5000 جنيه هيبقى كتير قوي عليه. ده يبقى فرحان قوي ومزقطط كمان. وخلاف اني برضه هصرف عليه في المستشفى. يلا مش مهم. امال هو احمد ما جاش ليه دلوقتي؟ ده انا قايل له تعالى ورايا على طول. هو هيقعد جنبه ولا ايه؟ احمد ابني ده بيصعب عليه الناس اللي زي كده قوي. حنين براح امه. الف سلام عليك يا عم علي. الله يسلمك يا بنتي. بعد الشر عليك يا عم علي، قلت لك ما تدخلش. ما ينفعش ما تدخلش يا بنتي، ما ينفعش في حد بخطر واسيبه كده. ايوه يعني انت، ما هو ايه انت اللي جرالك ده شويه وبعدين هم اهو سايبينك ومحدش سأل فيك. انت كان عليك من ده بايه بقى؟ انا ما بعملش ده عشان حد يسأل فيا يا بنتي، انا بعمل ده عشان ارضي ربنا، وربنا شاهد ومطلع. والحمد لله ربنا قدرني ان انقذ الشركه وما حصلش حاجه لحد. ايوه يا عم علي، بس ربنا ما قالناش برضه دول من نفسنا في التهلكه. يعني انت ما صعبش عليك نفسك وانت اما يجرالك كده؟ دي مش تهلكه يا بنتي. انا برضو لو كان في حد من زمايلنا جوه كنت دخلتي دي كانت هتنقذه. الحمد لله، الحمد لله انقذنا الشركه. كان زماننا دلوقتي قاعدين في الشارع يا بنتي. بس يا عم علي، حضرتك عندك ولاد وعندك بيتك، كده تضحي بحالك علشان خاطر الشركة. الشركة مش دايما لحد يا عم علي. يا بنتي، والله صحة الواحد بالدنيا. يا بنتي ده اكل عيشي، مكان اكل عيشي. ما كنتش هعمل كده، مين اللي هيعمل؟ بس احنا كلنا لو شلنا ايدينا المبنى كله كان زمانه خلص، كان زمانه خلص بقى كوم تراب. تعرف يا عم الحمد علي، لله. انت طيب قوي. محدش في الزمن دوت بيفكر زيك كده. يا بنتي يا ريت كل الناس زيك. دي مش طيبه يا بنتي، اي انسان عادي كده فكر كده، لا هي طيبه ولا هي بطوله. والله يا عم علي، العالم دلوقتي اللي احنا عايشين فيه بقى يخوف. الناس كل واحد بيفكر في نفسه وفي مصلحته وفي حاله. لا والله يا بنتي، ايوه، في كانوا هيقولوا اسعاف ولا المطافي ولا اي حاجه هتطفي الدنيا وهتعمل. ما كنتش انت عم علي، اسعاف يا جماعة! عم علي، يا عم علي، تمرين اي حاجه حد هنا يا عم علي! الو، ايوه السلام عليكم. مستشفى؟ اه لا بالنسبه لعلي اللي عندكم ده اللي هو كان مصاب في الشركه بتاعتنا ده، الشركه متكفله بمصاريف النهارده بس. محتاج يومين كمان؟ لا طبعا مش على حسابنا، احنا هنحاسب على النهارده بس. انتوا اسالوه شوفوه اذا كان معاه فلوس يكمل خلوه تمام، ما معهوش فلوس يكمل لا، يبقى طلعوه اعملوا اي حاجه تصرفوا معاه. احنا مش هندفع اكتر من النهارده بس. ماشي يا فندم، سلام. عليه ايه اللي ادفع له مصاريف هو كمان؟ بابا ايه وبتاع ايه يا احمد؟ انت هتبات هناك معاه؟ ما جيتش على طول ورايا ليه؟ استنيتك بره ما جيتش. انت يا باشا شفت اللي حصل؟ اه شفت اللي حصل. عم علي بقى هو اللي ينقذ الشركه. ده يعني كل حاجه نصيب يا احمد. وبعدين ينقذ الشركه هو عمل ايه يعني؟ ما انقذش حاجه ولا بتاع ايه يعني. عمل ايه؟ دخل في قلب النار وطفى شويه وبتاع وفصل الكهرباء، هو ده اللي عمله؟ ما لحقش الحاجه من اولها برضه. ما لحقش الحاجه من اولها ايه يا بابا؟ هو لو كان حد غيره كان دخل اصلا. عامة لو يا كان احمد حد غيره خلاص انا هكافئه، هبعت 5000 لعياله ودفعنا حساب النهارده في المستشفى. 5000؟
ايوه يا احمد 5000، امال هو فيه ايه؟ 5000 ايه اللي انت بتتكلم فيهم دول؟ 5000 دول ما يعيشش واحد شهر. اهو انت قلت شهر يعيشوه شهر، وبعد كده يبقى هو يتصرف بقى، ولا يشوف هيعمل ايه ويقوم يصرف على عياله. وبعدين يا ابويا ال 5000 دول دول كفايه بس علاج، ده العلاج اصلا اغلى من 5000 جنيه لوحده. اسمع يا احمد، ما تتكلمش في الموضوع ده كتير، ومش عايزك تتكلم على موضوع اصل ده يصرف شهر ومش شهر وما اعرفش ايه. احمد ما تكونش عايز تديله اكتر من كده. يا بابا هو يعمل معانا حاجه حلوه انت تردها له بالوحشه؟ ايه الحلو في كده؟ هو عمل ايه؟ مش كفايه الخراب اللي جه علينا؟ يا بابا لو كان حد غيره اصلا كان ساب الشركه تولع. احنا خسرنا اكتر منه يا احمد. المكتب ده كان فيه اوراق وفيه حاجات مهمه كتيره جدا. طب هو ذنبه؟ هو مش ذنبه، ايوه. هو غلطان يعني لما يدخل ويطفي انا الشركة؟ مش عارف ازاي ماس كهربائي يولع في المكتب اللي فيه ندى ونغم. ازاي؟ مش فاهم ايه اللي عملوه. عشان انا مش فاهم هم عملوا ايه. يمكن هم اللي عملوا كده اصلا. وندى والنغمه عملوا ايه؟ سابوا الشركه وجروا ولا همهم اي حاجه. ما هم بنات برضه بيخافوا. البنت مش زي الراجل برضه. يعني لو كان حد كان عم علي كان دخل الشركه، ما كانش دخل يا بابا انت عارف في حاجه زي كده. بقول كان لك ايه يا ساب الشركه احمد، ومشي. انا رايح الشركه عشان اشوف كميه الخساره اللي حصلت دي ايه، وهشوف نغم برضه ارن عليها نغم وندى يجون على هناك، عشان عايز اقعد معاهم واشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. وكويس ان الراجل ده ما كنتش انا خلصت اجراءات التامين وما امنتش عليه. الحمد لله ان احنا مش مامنين عليه عشان ما نشيلش كل شيء، ما يبقاش خساره من كل جنب. انا مش عارف يا بابا انت بتفكر كده ازاي. عم علي انت ايه اللي حصل؟ عم عم علي يا علي بنتي بدوخ كده بجد. عندها تمريض ولا اي حد؟ يا عم علي الواحد يعني انت بتخضنا اكتر يا عم علي، قلقانين عليك. انا يا بنتي لما دخلت الدخان كان كتير قوي، بيبقى لي صدري بيتكتم، هما مديني مضاد حيوي بيخليني جسمي سايب خالص. معلش يا عم علي، ده قضاء ربنا وقدره بقى، هنعمل ايه؟ معلش. بس انت يعني ما كانش لازم تدخل برضه. استاذنك تجيبي بس كوبايه ميه. معلش كوبايه ميه بس. حاضر يا عم علي، ناشف ريقي ناشف قوي. عم اجيب لك علي ميه يا عم علي. انا عايزه اسالك سؤال. اسالي. بما ان محدش جه ولا وقف جنبك، حضرتك ممكن نقدر نساعدك بايه؟ يعني عقبال ما تقوم بالسلامه كده وترجع لبيتك وولادك. انا اللي بيساعدني بس ربنا. انا معايا ربنا فوق كل شيء. ما احنا اكيد ربنا بعتنا ليك سبب وكده يعني يا عم علي. حضرتك تستاهل كل خير. تسلميلي. انت حضرتك بس شوف انت محتاج ايه، وانا بنص مرتبي لحضرتك يعني متبرعه بيه. لا يا بنتي اوعى حد يعمل كده، مش هقبل حاجه من حد. لا يا عم علي ازاي بقى؟ ما ده انا تضيعيش زي بقى. بنتك. ايه يا عم ما علي؟ تضيعيش الثواب يا بنتي. عم علي ما تقولش الكلمه معلش، دي ما تضيعيش الثواب. على مهلك. عم علي انا زي بالهنا بنتك، والشفا يا عم علي. وفي الاول وفي الاخر انا كده كده هقف جنبك اذا كنت راضي او مش راضي. اكيد مش هسيبك في الحاله ديت وانت ضحيت بنفسك علشاننا وفي الاخر اسيبك يعني. بعدين ايوه بالظبط، احنا مش لازم نسيبه هنا ده. انا مش طبعا. عايز حاجه من حد يا جماعه، انا مش هقبل حاجه من حد. انا ابني جاي دلوقتي هيدفع حساب كل حاجه. يا عم والحمد علي لله خير كتير. يا عم هي- علي احنا زي ولادك برضو، واحنا كده كده مكان ولادك، يعني اللي انت هتحتاجه احنا هنقوم بيه ولا ايه يا طيب. نغم؟ بصي يا ندى، هي الشركه اللي لازم تتكفل بكل حاجه. هو عمل كده عشان خاطر الشركه والشغل. طلعوا. هم المفروض يدفعوا كل حاجه، وبعدين هم ما شاء الله عليهم يعني اللي هتعملوه ده؟ مبسوطين، والحاجه دي يعني مش هتفرق معاه. اللي هتعمله ده طلعوا لاي حد محتاج وناخد ثوابه كلنا. حضرتك اولى بالموضوع محتاج ده إيه يا عم دلوقتي، علي؟ ما وبعدين أنت إيه يا اللي عم علي؟ محتاج. انا مش محتاج يا بنتي، انا محتاج انك تدعوا لي بس وخلاص. ربنا يشفيك يقومك بالسلامه يا عم علي. الله يخليك يا بنتي. احنا هندعي لك يا عم علي، بس برضو الشركه لازم تتكفل بكل حاجه، ما هو المستشفى وكل حاجه، وكمان لازم يدوك تعويض على اللي انت عملته ده. الاستاذ اشرف جه وقال لي استاذ احمد ادفع حساب المستشفى والعلاج. ايوه هو ده اللي لازم يحصل طبعا. أيوة. انا بتكلم على اللي انتوا بتقولوا عايزين نجمع فلوس واجيبها لك. انا مش هقبل يا بنتي الحاجات دي، ما باخدش انا تبرعات. بس يا عم باخدش علي ده كلام. اقل واجب ممكن نعمله معاك يا عم علي، علشان حضرتك بس راجل محترم وعارف ربنا. زيارتك ليا دي يا بنتي هي اكتر واجب عملتيه معايا. زيارتك دي عندي بالدنيا، بتسوى عندي كتير قوي. ما لسه ما جوش ولا ايه؟ ده انا رن عليهم. الو، ايه يا نغم؟ هاتلي ندى وتعالى انا في المكتب. انا مش هرن عليكم وقايل لكم ولا ايه؟ طب يلا انا في المكتب اهو، سلام. ماشي تمام. ادخل. استاذ اشرف حضرتك طلبتنا؟
رن عليكم تاني مره، رن عليكم دي مش قايل لكم تستنوني في المكتب هنا؟ احنا اسفين لحضرتك يعني احنا كنا في المستشفى عند عم اتفضلي علي. اقعدي. طب متشكره جدا. كنت في المستشفى؟ ايوه طبعا، امال ايه، كان لازم نزوره. طب ماشي كويس، فيكم الخير. استاذ اشرف، كنا عايزين نتكلم مع حضرتك في موضوع مهم اتفضلي. بخصوص ان عم علي يعني دخل في وسط الحريقه وانقذ الشركه وكده. حضرتك يعني ان هو في المستشفى والكلام دوت، يعني من حق الشركه ان هي تتكفل بعلاجه لاخره، وكمان مرتبه يفضل ماشي لحد ما يتحسن ويرجع مكانه، طبعا ان يكون مكانه محفوظ. وغير كده يعني المفروض تقدم له مكافأة لانه انقذ الشركة. ولا حضرتك رأيك ايه؟ أيوة طبعا بالظبط. هو طبعا. وعنده ولاده ولازم انت شايفه كده يا نغم؟ حد يصرف عليهم. طبعا كلنا شايفين يعني كده. انتوا متفقين انتوا الاتنين على كده صح؟ هو ده المفروض اللي يحصل طيب لانه ضحى بحياته عشان تفتكروا الشركة. واحد زي علي ده ياخد كام يعني اديله مكافأة ايه على اللي هو عمله ده؟ هو بصراحة اللي عمله ده ما يتقدرش بتمن. أنا عن نفسي ما أقدرش ماشي. بتمن. يعني بس ممكن حضرتك تساعده على الأقل خالص ب50,000، ويفضل مرتبه ماشي طول الشهر، يعني كل شهر عشان خاطر ولاده وكده ومصاريف البيت. صح طبعا. يعني انت شايفه ان 50,000 كويسة يعني؟ يعني هي في المعقول، وبالذات ان شايفة هو كده يا ضحى نغم؟ بحياته أيوة علشان خاطر بالظبط. الشركة. يا دوبك يعني. ماشي تمام، 50,000 وايه تاني؟ وحتى عبال ما يتعافى ويقدر يشتغل يكفوه يعني. طيب يكفوا ولاده. وايه كمان غير 50,000؟ وغير كده انه مرتبه يفضل ماشي كل شهر زي ما هو، ومكانه يفضل محفوظ. ماشي تمام. كل اللي انتوا بتقولوه ده كويس قوي، وفعلا احنا هنعمل كده، بس مش انا اللي هدفع، انتوا اللي هتدفعوا. إيه؟ هو الحريق ده كان في انهي مكتب؟ مش كان في مكتبكم انتوا الاتنين؟ ماشي، بس ده قضاء وقدر وذنبنا، واحنا اللي عملنا الماس الكهربائي. قضاء بس احنا وقدر، مفيش الله حاجة. اعلم. ذنبنا انتوا اللي هتدفعوا له الراجل ده. حضرتك منين حضرتك مرتبنا منين؟ بيجي على اللي جاي على قد اللي رايح. ماليش فيه، يتصرفوا. الله اعلم ايه اللي حصل وايه اللي خلى الدنيا تولع كده. مش جايز يكونوا انتوا اللي عملتوا كده؟ لا احنا ايه، احنا ذنبنا هنعمل إيه؟ كده ليه حضرتك؟ ده شغل واحنا جايين نشتغل. طب من المكتب بتاعه ما ولعش ليه؟ ماشي، هو احنا يعني اكيد اللي ولع المكتب اللي انتوا فيه. وعلى فكره انا كلمت المحامي بتاع الشركه ورفعت عليكم قضيه عشان اشوف ده كان قضاء وقدر فعلا ولا فعل فاعل. ايه ده كمان قضيه. استاذ اشرف، احنا ذنبنا ايه؟ ده قضاء ولو وقدر. فعلا اثبت كده يبقى انتوا اللي هتدفعوا للراجل ده فعلا. استاذ اشرف، احنا ما عندناش مانع ان احنا ندفع ونساعد الراجل دوت، بس احنا بنتكلم في حاجه احنا ملناش ذنب فيها. مش هتساعديه بمزاجك، ده غصب عنك بعد اللي انت عملتيه. انت السبب في كده وانت اللي تساعديه. انت هتخليني كمان غير الخسائر اللي في المكتب اتحمل كمان مسؤوليه الراجل؟ في ايه؟ بس ده واجب على حضرتك ان انت تساعد اي موظف عند حضرتك. الواجب عليا ان اعرف الغلط فين وارده. بس هو ضحى بحياته علشاننا. ايوه، ودي تعتبر اصابه عمل، يعني هو كان في شغله. فعلا اصابه عمل فعلا. وهو ملوش- بسبب مين؟ مش بسببكم انتوا. بسببنا ازاي؟ احنا عملنا ايه؟ ده احنا هنعمل كده ليه يا استاذ لا اشرف؟ قوة إلا بالله. خلاص الكلام انتهى. الكلام هيبقى مع المحامي. انا بعت لكم كده عشان تسلموا كل اللي في ايديكم وتصفوا خلاص في الخزنه. انتوا خلاص كده تمام. استاذ اشرف، يعني دي جزاتنا. يعني ايه؟ بنخدمكم بقالنا سنين. انتوا ما موقفين ينفعش. على العمل لحد ما يخلص، واذا ده ثبت كمان؟ ان انتوا اللي عملتوا كده هتشيلوا كل الخسائر اللي في الشركه وعم علي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اتفضل. حول ولا قوة الا بالله. قومي يا ندى، قومي. جايين كمان صعبان عليهم الراجل، وما بيتكلموش على الخسائر اللي انا خسرتها. يعني المكاتب عنده ولعت بالدفاتر اللي فيها وبيانات وحاجات مهمه جدا ولعت، مش مهتمين بيها. مهتمين اللي بايه؟ بان عم علي تعب ومش عارف ايه وضحى بنفسه. ما هو بسببكم انتوا. انا لازم اكلم المحامي اصلا عشان يمشي في الاجراءات دي. ايه يا متر؟ عملت ايه في موضوع القضيه اللي قلت لك عليها؟ عيال غلابه ومعرف. بقول لك ايه، مالكش دعوه يا متر، اسمع اللي بقول لك عليه. البنات دي لازم تتعاقب على اللي عملوه ده، وانا شاكك 100% ان هم السبب اصلا. خلاص ماشي يلا سلام. هيصعب عليك انت كمان. الحمد لله اني جيت البيت بالسلامه. الف الحمد لله، شكرا يا رب. عم علي، اهلا استاذه ندى. الحمد لله على سلامة استاذه حضرتك. نغم، الله يسلمكم. عاملين ايه؟ الحمد لله. انت طمنا عليك، عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين. عم علي، كنا جايين لك في موضوع كده ان عايزين نتكلم مع حضرتك فيه. اموري. دلوقتي استاذ اشرف كان رافع علينا قضيه بسبب انه
كان قايل فيه يعني للمحامي ان احنا السبب في اللي حصل لحضرتك وحصل للشركه. قضيه اه عليكم انتوا؟ ايوه بس احنا الحمد لله النيابه اثبتت براءتنا واثبتت ان اللي حصل ده قضاء وقدر. أيوة، مش أيوة. احنا السبب فيه. الحمد لله. غير كده يا عم علي، احنا جايين لحضرتك دلوقتي علشان نقول لحضرتك ان احنا بجد عايزين نرفع قضيه. هو قعدنا قضيه ايه تاني؟ نرفع عليه قضيه بالتعويض. لا إن لا هو انا يا بنتي لا. عم علي اسمعني بس للاخر. هو قعدنا في البيت 3 شهور من غير مرتبات. غير كده بوظ سمعتنا قدام الشركات التانية واتهمنا بحاجه زور مش احنا اللي عملناها. أيوة وغير بالظبط. كده انت حضرتك كنت المفروض تطلب تعويض من الاول على اللي حصل فيك يا عم علي. انت قمت بعجوبه في الموضوع دوت. انا هعود على ربنا يا بنتي، انا الحمد لله اني جيت بيتي بالسلامه، ده انا راضي على كده والحمد لله. انا ما باخدش عوض من حد، انا عوضي من ربنا. طب ماشي يا عم علي، انت راضي، لكن احنا نعمل ايه؟ ترضى يعني اللي جرالنا ده ان احنا هو نقعد ما في البيت من ينفعش غير يتعامل شغل؟ مع الموظفين كده يا عم علي. بص يا بنتي، ان انا اروح ارفع قضيه عوض دي انا مش هعملها، لكن لو انتوا احتجتوني كشاهد في اي حاجه انا هاجي لكم بس، لكن مش هقدر ارفع قضايا انا. يعني لو قلنا لك مش تيجي عايز. تشهد معانا يا عم علي هتيجي تشهد؟ مفيش مشكله في دي، هشهد طبعا، دي شهاده لله، لكن عوض ارفع عن قضيه تعويض انا ما باخدش تعويض، دي ما بقبلش لا تعويض ولا اقبل حاجات من دي. خلاص يا ندى، هو حر في نفسه، هو هيجي يشهد معانا. ماشي يا عم صح علي. يا عم علي؟ مفيش مشكله. الحمد لله على سلامتك الله مره يسلمك. تانية الله يسلمكم. احنا اسفين ان احنا جينا لك كده يا استاذ. لا لا مفيش حاجه، تحت امرك. اقعدوا بس اشربوا حاجه الاول. لا قبل ما لا تمشوا. شكرا. لا إحنا لا لازم اقعدوا نجي. افهمي والله بس. العظيم ربنا يا يخليك بنتي اقعدي عم. بس افهمي. مره تانية ان شاء الله. شكرا يا عم علي. اشربوا حاجه معايا وامشوا. بس بالله عليك لو طلبناك للشهاده هتيجي وتشهد. اكيد طبعا انت الشهاده دي لله. شكرا لكن يا عم أنا علي. ان انا ارفع انا قضيه عوض، انا ما بقبلش عوض من حد. يلا خلاص يا يا عم رب. علي. ماشي شكرا يا عم علي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الف حمد والف شكر لك يا رب انك نجيتني، والرزق عليك. زي ما رزقتني بالشغلانه دي اكيد هترزقني بشغلانه احسن منها، انا عارف. انا واثق فيك يا رب. احمد، بابا. ايه ده؟ انت كنت بره ولا ايه؟ انا كنت بره. مالك عايز تقول ايه؟ انت رفعت قضيه فعلا على نغم وندى؟ ايوه طبعا رفعت عليهم قضيه، المحامي لحق ما قال لك. طب وانت دافع عليهم قضيه ازاي؟ وبعدين ما هو ده كان ماسك كهربائي يا بابا، وانت في حاجه زي كده. وعم علي ماس كهربائي وقضاء وقدر والكلام ده كله. لا يا حبيبي، انا رفعت عليهم قضيه عشان يشيلوا معانا في الخسائر، احنا هنخسر كتير قوي يا احمد. شيلوا معانا في الخسائر ايه يا بابا؟ مش ذنبهم حاجه. ماشي وعم ماشي. علي اللي ضحى بحياته. ايوه انا بعمل كده بقى عشان خاطر عمك علي. عارف ليه؟ لما نكسب القضيه وناخد تعويض هندي التعويض برضه لعمك علي، ويبقى كده ايه، احنا كسبنا من الجنبين. مره ان احنا رفعنا قضيه عليهم وخدنا منهم الفلوس، والمره الثانيه ان احنا نديها لمين؟ لعمك علي. هتاخد يابا فلوس مش ذنبهم. مش ذنبهم اصلا ان هم كان حاجه تحصل كده في الشقه. احمد سيبك من الذنب ومش ذنب والكلام ده يا احمد. امال انت كنت عايز انا اللي اتكفل بمصاريف علي ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. طيب يا بابا، المحامي كان بعت لي اجيب لك رساله. رساله ايه؟ كسبنا القضيه صح؟ ما انا كنت عارف، ده محامي شاطر. خلي بالك ده انا مديله على قلبه قد كده عشان ايه؟ عشان القضيه دي. قال لك كام؟ ما حكمت تفرحش. لنا بكام؟ لا انت خسرت يابا القضيه. ايه؟ زي ما خسرت بقول لك القضية؟ كده. اه المحامي قال ان انت خسرت القضيه. ده محامي فاشل، انا هشوف محامي غيره. اخسر القضيه ليه يعني؟ فاشل يا بابا ازاي؟ فاشل ازاي؟ طب ما هو عنده حق ان انت لازم تخسر القضيه. ماسك كهرباء هو اللي ولع في الشركه وكل ده اللي حصل. خلاص بقى يا احمد، جاي تبلغني بخبر. المهم بابا انت إحنا- ظلمت عم علي. عم علي لما يضحي بنفسه ويضحي بحياته كلها وانت في الاخر ترميه رميه، ولا كأنه اصلا عمل اي حاجه. الراجل ده كان ليه دور كبير قوي لما الحريقه قامت. انا كنت عايز اصرف له يا احمد فلوس من ندى والنغم، بصراحه كنت متضايق منهم، من المكتب بتاعهم هو اللي حصل فيه الحريق كده. وقلت بقى ان هم اللي هيكفروا بالموضوع ده. احنا ملناش دعوه بندى ونغم. طيب المهم انا عارف ان عم- عمك علي كده قاعد ومش هيقدر يقوم تاني. خلاص يا احمد، بالنسبه بقى لعمك علي، انا خلاص هو فعلا محتاج مساعده، وكان فعلا ذنبه ايه، كان ممكن يمشي زيهم ولا حاجه. خد يا احمد امسك، خد. بابا انا الفلوس دي. عم علي لو رحت وعطيت له الفلوس دي مش هيوافق. مش هيوافق ليه؟ عم علي عايز الفلوس يكون هو شقيان فيه وتعبان فيه. غير كده هو عنده كرامه وعنده عزه نفس، عمره ما ياخد الفلوس دي. طب بص، فانت لو هتكرمه ترجعه الشركه بس في مكانها اعلى من الامن. ارجعه الشركه. طب ما هو عنده اصابه دلوقتي وبرضه محتاج مصاريف. تقعده في خد. مكتب.
قول له هو بيقول لك خد الفلوس دي بتاع الشهر اللي جاي واللي بعده. هو كده هياخد، اعتبر ان دي سلفه من القبض بتاعه. بس طبعا احنا مش هنعمل معاه كده، احنا هنقول له ان انت الاجر بتاعك زاد وهنزوده، لان فعلا زي ما انت ما قلت لي زمان ان الشركه مكسبها وخسارتها بتبدا من اصغر عامل في الشركه. اصغر عامل في الشركه يا احمد هو اللي بيقوم بالشركه كلها. واللي عايز اقوله لك انك يا احمد اوعى تيجي على حد، واللي بيصلي ما تخافش منه. كلامك صح يا بابا. انا اروح لعم علي. روح يا حبيبي. بعد اذنك. شكرا يا احمد، شكرا ان انت رجعتني تاني على اللي انا كنت بعمله. انا كنت فاكر ان الدنيا كل حاجه فلوس يلا مش مهم. كويس ان بابا رجع عن الغلط اللي هو كان بيعمله والوهم اللي هو كان عايش فيه. الحمد لله ان هو رجع بقى كده زي الاول.